كتير بيقولوا لي انه المعمول دائما ما ينجح معاهم، يا يطلع مرة قاسي يا يطلع مرة مفتت. لما يكون مرة مفتت معناته الدهون مرة زايد، واذا طلع ناشف معناته الدهون كان قليل، واذا طلع مجلد كده وقاسي معناته انه الموية زادت عليكي. خلاص هذا هو القوام المطلوب. وزنت لكم مقدار الموية، راح اكتب لكم هي على الانستغرام ان شاء الله بعد ما اخلص. كده قوام العجينة المفروض يكون. غطيت العجينة بالنايلون على ما أتكلم عن الحشوة وأجهزها، وبعدين نبدأ في الحشو والتشكيل والخبز إن شاء الله. التمر أنت ممكن تستخدمي تمر عادي تفصصيه وتعجنيه مع زبدة وسمسم أو هيل حسب الرغبة. أنا هنا أخذت تمر معجون جاهز. التمر تقدري حسب ما أنت تحبي تخلطي معاه، في ناس يحبوا يخلطوا شمر، حبة صودا، سمسم، هيل، اللي أنت تحبيه. وكمان في ناس يعجنوها بزيت أو زبدة، أنا ما راح أعجنها لأني راح أدهن في يدي شوية زيت وأعملها كور صغيرة فتغنيني إني أعجنها بزبدة. هذه المرحلة ما حقدر أصورها، راح أحط في يدي شوية زيت وأعمل بالتمر كور صغيرة وأحطها في الصحن عشان أجهزها للحشو. جهزت التمر والعجينة وقوالب التشكيل، في القالب الخشبي، المنقاش والبلاستيك، بس أنا ما أفضل البلاستيك للأسف. المنقاش ده رديء، مو مرة مريح في التشكيل، فراح استخدم أكتر شيء الخشبي، بس راح أوريكم كيف بشكل بدا. إن شاء الله أحاول أقدر أوريكم بيد واحدة. أخذت قطعة من العجينة فردتها، راح أحط عليها التمر وأقفلها وأعملها كورة، مو كورة كورة يعني زي كده. بعدين بالمنقاش راح تقرصي العجينة، وانتي وفنك عاد في النقش، أنا مو مرة فنانة. هذا الشكل اللي طلع معايا، ودحين راح أوريكم كيف بالقالب الخشب. كتير يقولولي إنه القالب الخشب يلصق فيه العجين، مستغربة أنا ما لقيت لصق معايا. المهم زي كده تعملي فيها تجويف وتطلع الأطراف على برا. بعدين أحط التمر وأقفل عليها الأطراف اللي طلعتها على برا عشان لا نصحي الجيران بصوت التخبيط. حطيت منشفة وراح أخبطها. طلعت والله كل شي لهم تفشلني. شوفوا هذه اللي بالنقش وهذه اللي بالقالب. راح أخلص كل المقدار بالقالب الخشبي أسرع وأسهل وأرجع لكم. بعد ما خلصت مرحلة التشكيل راح أخبزها في فرن مسخن من قبل على 350 من تحت بس لين تتحمر من تحت. المعمول صار جاهز للتقديم. هو دحين حار، ما ينفع ترشيه بالسكر البودرة، والسكر البودرة اللي على الوجه حسب الرغبة. المقدار اللي راح احط لكم هو في الانستغرام بسيط، فيعمل صحن قدها، يعني هذه كل الكمية طبعا غير اللي وديتهم انا قبل شوي، هو حار ما شاء الله.